السلام عليكم، اهلا بكم معايا. انا امل حسين. هعمل معاكم النهارده الكفته. تعالوا بقى نعمل الكفته بطريقه موفره واقتصاديه وجميله جدا. من نص كيلو لحمه عملت كميه حلوه، وطعم الكفته كمان جميل وجوسي كده وطريه جدا. ده شكلها كده بعد التقديم. ما تنسوش لايك للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. اول مكون بستخدمه هو البرغل. استخدمت تقريبا نص كوبايه كده من البرغل. هحطها في مطحنه وابدا اطحنها بالشكل ده. بنطحنها الاول كده وبعد كده هحط عليها الميه، والميه بتكون بارده مش دافيه. هحط عليها تقريبا نص كوبايه من الميه، وبقلب كده وهغطيها واسيبها شويه بتشرب بقى كل السوائل والحجم بيتضاعف. عندي هنا بصله صغيره بحطها كده في كبه، وببدا افرمها بالشكل ده. يعني البصله مش كبيره عشان الكفته ما تفكش منكم. فرمتها كده كويس بالشكل ده، وببدأ اخد الجوانب اقلبها اتأكد ان هي اتخلطت حلو مع الخضرة. عندي معلقتين كده من البقدونس، شايفين اتفرمت ناعم خالص كده. البرغل ببدأ اضيف عليه حوالي معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة من الفلفل، ومعلقة من البابريكا، ومعلقة من الديمي جلاس. صوص الديمي جلاس ده بيتباع بودر عند العطار. ممكن تستبدلوه بتوابل الكفتة. قلبت بقى كده مع البرغل التوابل، وببدأ انزل بيها على البصل والبقدونس بالشكل ده. عندي نص كيلو من اللحمة المفرومة، ومفرمة معاها 50 جرام من اللية او 50 جرام من الدهون الحيوانية. هبدأ انزل بقى بالخليط اللي حضرناه على اللحمة بالطريقة دي. عايزة اقول لكم طعم الكفتة دي جميل جدا ومميز، هتعجبكم. ببدأ بقى أخلط اللحمة مع البرغل وباقي المكونات. هخلطه بإيدي علشان أتأكد إن هو اتخلط كويس جدا، واللحمة كده اتخلطت مع البرغل وبقت عجينة واحدة. بقلب كده كويس بإيدي حوالي 5 دقايق لحد ما بنوصل للقوام اللي هتشوفوه معايا. شايفين العجينة؟ هسيبها هنا ترتاح بقى لمدة 10 دقايق كده في التلاجة أو ربع ساعة. بغطيها واسيبها كده 10 دقايق في التلاجة. عندي معلقة كبيرة من الزيت، هدهن ايدي نقطة بس من الزيت كده وانا بشكل الكفتة، وبدهن كمان العود الخشب اللي هشكل عليه. هاخد جزء كده من العجينة وببدأ اشكله بالشكل ده. تقدروا تشكلوها بقى الحجم اللي انتوا تحبوه، يعني ممكن تشكلوها كده على العود صغيرة او كبيرة زي ما تحبوا بقى. انا كنت عاملاها متوسطة بالشكل ده. هحطها في اطباق. عندي انا هبدا اجيب اطباق كده واحط فيها الكفته. بدهن تاني بقى، كل مره بدهن نقطه بس من الزيت على ايدي وعلى العود اللي انا بشكل عليه، عشان العجينه بتاعه الكفته ما تلزقش معايا. ببدا اشكلها كده، بضغط عليها وبشكلها بالشكل ده. كل الكميه اللي عندي بقى حضرتها كده بنفس الطريقه. شايفين النص كيلو من اللحمه عمل كميه حلوه قوي، يعني موفره جدا. والثلاث اطباق دول من نص كيلو من اللحمه ونص كوبايه من البرغل. تقدروا بقى تحفظوها في الفريزر وتطلعوها على التسوية. هسوي هنا طبق معاكم. انا دهنت بس دهنة كده من الزيت، وهبدأ ارص الكفتة بالشكل ده. ولعت الفرن يسخن على درجة حرارة يعني تكون عالية او متوسطة. النار بتكون شغالة من تحت بس. وهدخله الفرن بقى. انا بدهن بس هنا دهنة صغيرة من الزيت. تقدروا تحطوا رشة من البابريكا كمان مع الزيت، بيدي للكفتة لون حلو. هدخلها بقى الفرن تستوي. هتاخد تقريبا ربع ساعة بس. ما تسيبوهاش كتير في الفرن عشان ما تنشفش منكم، عشان تبقى جوسي كده وحلوة. وده شكلها كده بعد التسوية. انا سبتها شوية بس تهدى على ما اولع الفحمة، وهبدأ احط كده نقطة من الزيت على الفحم وبغطي. بتاخد بقى ريحة الشوي، بتبقى زي كفتة الحياتي وريحتها جميلة جدا وطعمها جميل. بعد كده هنجيب طبق ونبدأ نقدمها. جبت طبق، حطيت شوية من البقدونس المفروم بالطريقة دي، وهبدأ بقى اقدم الكفتة. تعالوا نشوف واحد مع بعض. عايزه اقول لكم طعمها حلو قوي، طعم التوابل هتعجبكم جميله جدا. شايفين شكلها من قريب؟ عايزه بقى افتح واحده عشان تشوفوها من جوه. تعالوا كده نقسم واحده. انا كنت بصور بس بالايد التانية. شايفين قد ايه جوسي كده وجميله ومش ناشفه خالص. طعمها حلو قوي. وصفه جميله وسهله جدا، اتمنى تجربوها وتعجبكم. ما تنسوش لايك للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس.